السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل جمهور النادي الاهلي اللي هينام مبسوط النهاردة، كل جمهور النادي الاهلي اللي هينام فرحان وهيصحى فرحان وهيقعد مستني مين اللي جاي، مين اللي عليه الدور. النادي الاهلي كده وصل كاس العالم. حمد لله على السلامة، حمد لله على السلامة يا نادي يا اهلي، يا عالمي، يا نادي يا اهلي، يا مشرفنا، يا نادي يا اهلي، يا مشرف مصر. النادي الاهلي اللي مشرف افريقيا، النادي الاهلي اللي مشرف كل العرب، النادي الاهلي الكبير، النادي الاهلي اللي نسره طاير. معلش انا بصور لكم كده عشان الجو برد. نادي الاهلي اللي فرح النهارده الجمهور العربي اللي كان قاعد في الاستاد، الجمهور المغربي، الجمهور التونسي اللي موجود، الجمهور المصري اللي بيآزر النادي الاهلي. النادي الاهلي فرح كل شعب الاهلي والشعب المصري. النادي الاهلي فرح كل الناس اللي كانوا بيتفرجوا في الاستاد، العرب، الاخوه العرب، المغاربه اللي وقفوا جنبنا في التشجيع. النادي الاهلي فرح كل الناس اللي كانت بتتفرج على الكافيهات والقهاوي. النادي الاهلي فرح كل الناس اللي كانت ماسكه تليفوناتها ومشغلين باقه ومشغلين داتا ومشغلين من على التليفون. النادي الاهلي فرح كل الناس اللي كانت مستنيه الفرحه النهارده. النادي الاهلي فرح كل الناس اللي كانت مستنيه الفرحه النهارده. بس تعالى خد هنا، بس هقول لك يا صاحبي، هقول لك يا برنس، هقول لك يا اللي مش راضي تشترك في القناه ومفكرني واحد طالع يجيب اخبار من اي صفحات وينشر. لا، تعال ارجع للفيديو اللي انا قلت لك توقعي الشخصي لتشكيله النادي الاهلي، وانت هتعرف قد ايه ان انا مش طالع يعني اعمل سبوبه عليك. انا توقعت تشكيل النادي الاهلي، منزل الفيديو الساعة 6:30 الصبح او الساعة 7 صباحا. لا كان فيه موقع ولا صفحة رسمية ولا قناة ولا اي محلل طلع قال توقع النادي الاهلي او توقع تشكيلة النادي الاهلي او التشكيلة هتبقى كده. انا كراجل محب للنادي الاهلي، راجل عاشق لكيان النادي الاهلي، قلت لك توقعي للتشكيله هيبقى كالاتي، وقلت التشكيله بالحرف. ارجع للفيديو اللي مكتوب عليه يا برنس، ارجع للفيديو يا نجم اللي مكتوب عليه تشكيل النادي الاهلي المتوقع امام اوكلاند سيتي في اولى مباريات كاس العالم للانديه. ارجع وشوف انا قلت التشكيله ازاي، وقلت كده بالظبط في نص الفيديو وفي كلامي في الفيديو. لازم يبدأ بثلاثي خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية. والتشكيلة زي ما قلتها وتوقعتها جات. على فكرة ما بقولش توقعاتي للنتيجة بتاع المباراة في الفيديو، بس اقسم لك بالله، اقسم لك بالله كمان مرة، يا اللي بتشاهدني يا اللي بتتابعني وهتتابعني ان شاء الله، انا كنت متوقع 4-1. نفترض ان المباراة خلصت 4-1، فرق 3 اهداف يعني. لو بتخصم اهداف فرق 3 اهداف، طب ما النادي الاهلي كسب 3-0. انا مش هقول لك دي بتشيل دي، بس توقعي للمباراة كان قريب جدا جدا جدا، لدرجة ان انا قاعد بتفرج على المباراة في كافيه والناس بتقول لي 4، طب يكسب 1-0 حتى يعدي من الفريق ده. قلت لهم 4. والنادي الاهلي لو كان الفاول الاخراني اللي اتطرد فيه لاعب اوكلاند سيتي ده هي مش ضربة جزاء والفار صح 100 100، لو كان اتلعب بطريقة صحيحة او لو كان الارتداد الهجومي صح بعد ما الكرة وقعت من الحارس وقدروا يجيبوها الجون الرابع، كنت انا برضه هبقى صح. يعني تشكيلة صح، توقع صح. انا راجل محب للنادي الاهلي، عاشق لكيان النادي الاهلي. مش بقول لك تابعني واشترك في القناة هباء منصورا كده، لا، انا راجل فاهم بطلع واقول لك ايه. يا ريت تدعموني وتشتركوا في القناة. يعني عايزين نوصل القناة دي، معلش، عايزين نوصل القناة دي 2000 3000 مشترك
قبل شهر 4، علشان هيبقى فيه مفاجأة جامدة جدا جدا جدا. ده وعد مني. نوصل القناة 2000 3000 مشترك على قد ما تقدروا، وهيبقى فيه مفاجأة جامدة جدا جدا جدا، مش هعلن عنها غير لما القناة تحقق الطلب اللي انا طلبته ده. ومش فرض مني عليك، لا، دي محبة، دي معزة منكم ليا. اهداف ان الاهلي النهارده ولعب الاهلي النهارده واداء الاهلي النهارده 10/10. تغييرات 100/100. كولر لعب نفس اللعبة اللي لعبها قدام الزمالك. انا هنزل اعمل اي حبشتكنات كده في الملعب وفي نص الملعب، وههجم شوية وارجع شوية، وخطفت جون 100/100 في الشوط الاولاني. حسين الشحات يا عين، يا عين يا عين يا عين على الحلويات يا حسين يا شحات. الجون ده اول ما جاء افتكرت الجون بتاع حسين الشحات امام الدحيل القطري. والهدف التاني نزل الشوط التاني يا عمنا كولر، قال لك بقى انا هلعب نفس اللعب اللي لعبته قدام الزمالك، وهجيب اجوان بقى، وهسيطر على الملعب بالطول وبالعرض ويمين وشمال وفوق وتحت وهجوم ودفاع وخط وسط، وهبهدل اوكلاند ده، هجيبه الارض. وكان بها، ومحمد شريف سجل الجون التاني، و100/100 وعظمة ومتفل وعشرة، وشريف باشا الافندي، شريف باشا المخيف، شريف باشا الهداف. بس محتاج يقرص على نفسه شوية في إنهاء الهجمات، يعني اللمسة الأخيرة تبقى جول. كذا فرصة جات له، الأهلي تعاطف مع أوكلاند سيتي، مرضيش يدوس عليه أوي. لو فرص محمد شريف دي كلها جت أهداف، كان هيبقى الوضع مختلف، وكانت هتبقى أعلى نتيجة في كأس العالم حتى الآن. هو الأهلي على فكرة عنده الرقم القياسي كأعلى نتيجة في كأس العالم على الهلال السعودي 4-0. الجون التالت ده بقى، بص يا باشا، بص يا باشا، هيخطف عقلك. سيبك من بيرسي تاو خالص، اركن بيرسي تاو دلوقتي، اركن بيرسي تاو دلوقتي. الكعب بتاع اللمبة الفينوس بتاعنا، الكعب بتاع الكهرباء اللي بتنور الملاعب، يا باشا الراجل ده الفيفا لو بصت عليه هتشيل الايقاف وهتشيل الغرام. والله العظيم الفيفا لو بصت على ادائه هتقول لك الراجل ده حرام يقعد. كفايه الشويه اللي قعده، خلاص كفايه، ولا هيطبقوا عليه غرامه كمان. يا عين، يا عين على الكعب. وعلى رأي عمنا مدحت شلبي في مباراة القمة بتاع 5-3 ساعة ما السولية عمل الرابونة، أو الكعب المتحني ده، كعب متحني وكعب الغزال والدنيا رايق كده، 100 فل و10. كده الشعب العربي والشعب المصري والشعب الأهلاوي ومحبين النادي الأهلي ومحبين الكرة في مصر واللي كانوا بيتابعوا المباراة هيناموا مبسوطين. النادي الأهلي عمل أداء كويس. من اللي جاي، من اللي جاي سياتل ساندرز الأمريكي، وده اتكلمنا عنه ومش هتكلم عنه تاني. فريق هو يعتبر الأضعف في البطولة، حقيقة يعتبر الأضعف في البطولة. بس كرة القدم ما فيهاش الجملة دي، فيها 11 راجل قدام 11 راجل، والكرة موجودة والملعب يحكم، وإن شاء الله النادي الأهلي هيكسب. مش هقولك توقعي أنا بقوله بيني وبين نفسي، ممكن أقوله الناس كده تبقى قاعدة معايا، و80% أو 90% إن شاء الله بيطلع صح. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير يا احلى متابعين على اليوتيوب.